السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة بقى احنا خلاص اشتغلنا احنا النهاردة خلاص عرفنا عملنا الديبت والكريدت وفهمنا ايه لما الديبت بيزيد والحاجات دي كلها. خلاص احنا جهزنا الحاجة وبتاع، المفروض بقى نبتدي بقى نشتري حاجتنا ونبتدي نفرش مكتبنا ونشتغل. تمام، برضو احنا هنعمل الكلام ده لايف عشان نشوف الحاجات احنا بنعملها ازاي وبتاع، وبنبتدي نعمل القيود اللي في الاول ازاي. تمام، واشترينا الاجهزه بتاعتنا مثلا ووجدنا فاتوره من مورد، وهنبتدي ناخد الحاجات دي حاجه حاجه. بس انا مش هعمل القيود دي دلوقتي، انا بس محتاج بقى ندخل المرحله اللي جايه. احنا فاتحين شركه ليه؟ علشان نشتغل ونكسب. يعني احنا جبنا خلاص فتحنا واشترينا اجهزه وبتاع، والمفروض بقى نشتغل. ده بقى ياخدنا للجزء اللي احنا ما اتكلمناش عنه في الفيديوهات اللي فاتت. اتكلمنا عن اول 3 دول، نتكلم بقى عن الثلاثة اللي تحت او الاتنين اللي تحت، اللي هم الريفينيو، الايراد بتاعنا. احنا فاتحين شركة عشان نشتغل، فاحنا هنا اي حركة ايراد بنعملها او اي فاتورة بنطلعها للعميل بنسجل الايراد هنا. تمام، الريفينيو حساب كريدت زي ما فهمنا الكونسبت. لو احنا بنعمل فاتورة فمعنى كده ان احنا بنزود الريفينيو بتاعنا، فوش الريفينيو بيبقى كريدت. انا عايزكم بس تحفظوا الحاجات دي كويس، تفهموها قصدي، علشان ده هيفرق معاكم بقى في فهم اي انتري هيتعمل بعد كده. تمام، ده بالنسبه للايراد بتاعنا او الريفينيوز بتاعتنا. طيب، تاني حاجه الكوست بتاع الريفينيو. الكوست بتاع الريفينيو ده احنا دلوقتي مفيش ايراد من غير تكلفه. يعني انا علشان اعمل فلوس او انا فتحت شركه هعين ناس تعمل لي الشغل ده علشان وهديهم مرتبات، فده الكوست بتاع الايراد بتاعي. اي حاجه بالتكلفة بتتصرف ليها علاقة ان الايراد ده يجي اصلا. تمام، واخر حاجة عندنا الجي اند اي. ده مصاريف اللي هي المصاريف العمومية والادارية. المصاريف دي المصاريف العامة اللي انا المفروض هصرفها لو في شغل او ما فيش شغل. انا كده بدفع ايجار الشركة اللي انا خدتها، في شغل او ما فيش شغل بدفع كهرباء، بدفع الانترنت، وهكذا. لو في مثلا مصاريف بوفيه، كل الحاجات دي انا بدفعها سواء في شغل او ما فيش شغل. فاحنا الكوست عندنا ده مرتبط بالريفينيو، والجي اند اي دي مصاريف عموميه واداريه هفضل ادفعها حتى لو ما عنديش ايراد. تمام، كده عندنا 6 انواع من الحسابات او يعني كدقه 5 انواع من الحسابات. طيب، احنا ده بقى ياخدنا لمفروض الفيديو اللي احنا هنتكلم فيه النهارده والفيديو اللي جاي برضو عن القوائم الماليه. طيب، هو احنا عندنا القوائم المالية ليها كذا شكل او ليها كذا قائمة مالية المفروض بيتقدموا 4 أو 5. مش دي المشكلة، انا اللي انا محتاجه منك في الاول خالص ان انت تركز على 2 زي ما شايفين كده. الترايل بالانس ده اللي فيه كل الحسابات. طيب، هل كل الحسابات دي بتبقى في قائمة واحدة؟ لا طبعا. طيب، ايه اللي بيتم هنا ان احنا اول 3 حسابات اللي هم الاسيتس واللايبيليتيز والاونر ايكويتي، اللي هو المرحلة الاولى اللي احنا في الشغل بتاعنا، دول بيبقوا في قائمة مالية اسمها البالانس شيت. تمام، دي قائمة لوحدها، وفي معادلة بتقول لك الاسيتس بتساوي اللايبيليتيز زائد الاونر ايكويتي. يعني مجموع الاتنين دول اللايبيليتيز والاونر ايكويتي بيساوي الاسيتس. تمام، وده كده القائمة الاولى اللي هي البالانس شيت، وهنشرح بقى في الفيديو اللي جاي بقى بالتفصيل الكلام ده كله. تاني قائمة اللي هي الانكم ستيتمنت او البي اند ال، البروفيت اند لوس يعني، او قائمة الدخل. دي بتسجل فيها حركات المكسب، الحركات الشغل بتاعي بقى اللي متعلقة بالمكسب والخسارة. يعني بسجل فيها الريفينيو بتاعي وبطرح منه الكوست والاكسبنس بتاعتي الجي اند اي يعني. فدي اسمها قائمة الدخل. وده فيديو النهارده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي بقى هنشرح الكلام ده بالتفصيل اكتر، وهبتدي اقسمهم كده علشان تبقوا انتوا شايفين القائمتين واحنا شغالين. يا رب يبقى الفيديو عجبكم. اعمل اشتراك للقناه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.